بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهارده يمكن الفيديو بتاعي مختلف النهارده من الدهشة اللي أنا يعني اتصدمت لها، فقُلت لازم أعمل فيديو للمتابعين عشان يتفرجوا ويتعظوا ويشوفوا إيه اللي بيحصل ده. يمكن أنا كل مدة كده بانضّف الأنتريه بتاعي وباغسله كده وبانضّفه يعني باطهّره. آآ فلقيت كده حتّة ورقة طالعة من حتّة غريبة أوي في الخشب نَفْسه. فخدت ال الح الخ الخ الورقة شدّيتها راحت شادّة معايا الورق ده كُلّه. شايفين الورق؟ شايفين الورق عامل إزاي؟ شايفين ملفوف بالخيط إزاي؟ شايفينه ملفوف بالخيط إزاي يا جماعة؟ شايفينه بالمنظر ده. شايفينه عشوائي إزاي؟ يعني أنا أعرف الأسحار بتتحط كده وتتطبّق وبتبقى حتّة صغيّرة، لأ بُص الورق عشوائي إزاي وملفوف بالخيط إزاي. أهو. حياتنا كانت كده، عشوائية كده بالمنظر ده، وما فيش حاجة بتكمل عندنا أبدًا، إحنا تُجّار قطع غير سيارات. الحياة متدمّرة عندنا، متدمّرة. مش قادرة أقول لكم مشاكل، مشاكل مش قادرة أقول لكم أولها من آخرها. حياتي كانت عاملة زي الورق ده، وما فيش حاجة بتكمل أبدًا، وما باخدش مليم من أي حاجة أبدًا، والحياة كانت عندنا كرب بالمنظر ده. شُفت الورق عشوائي إزاي وملفوف إزاي، مش متطبّق ولا حاجة. أهو. حياتي كانت بالمنظر ده، وحياة ولادي كانت بالمنظر ده. أنا ليه صوّرت الفيديو ده؟ صوّرته عشان كل أسرة تفتش عندها كويس أوي، أوي، أوي. أنا كان يعني مش في دماغي خالص إن ممكن يحصل كده. طب هاعمل فيه إيه؟ هاعمل فيه إيه؟ هاروح لواحد ساحر؟ أبدًا مش هاعمل كده. طب هتعملي إيه؟ هاقرا عليه قرآن، أنا حاطة القرآن أهو، هاقرا عليه قرآن وأحطه في مَيّة. المَيّة دي تهدّي أي نار محطوطة في الورق ده. مش هافتحه، مش هافتحه لإن أول ما فتحته لقيت هَبْو طالع في وشي فظيع. ف وبالمنظر ده هاحطه في مَيّة وهاقرا قرآن كويس أوي، وهاحطه في كيس وهارميه في البحر. هو ده اللي أنا هاعمله، وعمري ما هاروح لساحر عشان يفُك لي النصايب اللي بتحصل في البيوت المصرية. وكل واحد يفتش في بيته كويس أوي، لإن ولاد الحرام